يا الله. طبعا موضوع اليوم مهم. بيان المدعو أبو حسين الحميداوي، مسؤول أحد الفصائل الميليشياوية المعروفة. آه، طبعا هذا البيان يؤكد أنه هذا الشخص الخفاش اللي ما يظهر إلا بالظلمة وفصيلة هم المسؤولين عن غالبية الجرائم ضد المتظاهرين، من قتل، من اغتيال وقنص وخطف وغيرها. والدليل الهجمات المكثفة من إعلامه ومتحدثين باسمه والتابعين يروجون لهذا الفصيل. لكن هذه المرة شنو الاختلاف؟ الاختلاف هو أنه رأس الهرم، هذه المجموعة الفصيل، أطل برأسه هذه المرة. البيان ماله أولا يقول في البدء نود أن نوصف فترة الحكم بالعقدين الماضيين بما لها أهمية في تحديد شكل المرحلة المقبلة. زين، فمنذ احتلال العراق سنة 2003 صدر القرار العراقي بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال، وعين حاكم عسكري غارنر، يقصد جي غارنر، وبعدها بريمر، ثم جيء بزلماي بعنوان سفير. وكانت مقدرات الدولة بيتهم الأمن الأمن والمال، فعاثوا بالعراق فساد وطائفية زين، إذا هاي العقدين الماضية 20 سنة الحكم مو شيعي، لمن سويتوا هاي الفتنة بالبلد والطائفية؟ كان طلعتوا وقلتوا يابا ترى الموضوع مو شيعي، وحروب الإبادة اللي جايشنها هاي الحكومة مو شيعية، اللي يقصد بها الجعفري والمالكي، هاي الحكومات مصادرة، احنا مو هذا حكمنا، هذا الحكم مو شيعي يا أهلنا أهل السنة وغيركم، هذا الحكم مو شيعي. فهاي الجرائم مو جرائمنا، جرائم فرق الموت، الأحزاب والفصائل والميليشيات اللي مدعومة من إيران. ليش ما حكيتوها بوقتها؟ لأنه هذا الموضوع تم بالتوافق بين الاحتلال الأمريكي والإيراني، فسكتوا ما قدرتوا تحكوا، وظلت ترتكب الجرائم باسم حكم الشيعة. ليش ما قلتوا هذا الحكم مو شيعي لما شنت حروب إبادة وتهجير تحت عنوان فرض القانون والصولة وغيرها ضد أبناء المكون الصدري؟ ليش ما ظهرتوا تبريتوا لما إبراهيم الجعفري سلم سيف الإمام علي ذو الفقار